بصراحة يا شباب، أنا كنت متوقع إنه الصحافة كتير صعبة، بس اكتشفت إنه سهل كتير كتير. طبعا هذا الاكتشاف الكبير لم يأتي عبثا أكيد، إجا من خلال متابعاتي لكثير من الصحفيين والمحللين السياسيين والناشطين، أمثال نضال معلوف، سمير المتيني، اللبواني، رامي عبد الرحمن، الرحمون وغير من العباقرة. طبعا أكثر واحد عجبني المعلوف، ولا سيما إنه عنده معهد تدريب الشباب على الصحافة، يعني بكرة رح يصير عندنا معاليف كتير إن شاء الله. يلي عجبني فيه الأسلوب، أسلوب حديث جريء يتخطى التقليدية. يعني مثلا هو ما بينقل لنا الخبر بشكل تقليدي، يعني مثلا الرئيس أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة ويلتقي الرئيس ترامب، هذا خبر تقليدي بتشوفه عند كل وكالات الأنباء المحترمة. أما الشباب الغير تقليديين وعلى رأسهم المعلوف ينقل إليك الخبر كما يتمناه هو، كما يحلم به هو ومتابعيه، ويصوغه على شكل حلم جميل ينقل متابعيه ومستمعيه إلى عالم جميل كما يشتهون ويرغبون. يعني هو نقل الخبر هيك: الشرع مصنف إرهابي في أمريكا هو ومن معه، سيتم إلقاء القبض عليهم في المطار، سيتم نقلهم إلى سجون غوانتنامو، وهكذا سينتهي كابوس الجولاني ورفاقه. ولما وصل الرئيس للمطار وما صار شيء ولا حد اعتقله أو اعتقل حدا من جماعته، المعلوف لم يستسلم أبدا وأصر على متابعة تحليلاته مع بعض التعديل. يبدو أن هناك بعض الاتفاقيات والتنازلات يلي رح يقدمها الجولاني لإسرائيل برعاية أمريكية، وبعدها رح يقولوا له باي باي، يعني يومين ثلاثة وتمر اليومين ثلاثة وتنتهي الزيارة وكل شيء. وبالرغم من أنه الزيارة خلصت بنجاح، المعلوف استمر ولم ييأس، لأنه في زيارة أخرى للجولاني إلى موسكو، يلي ما زبط في واشنطن رح يزبط بموسكو أكيد، وهناك سيتم كل ما يتمناه ويشتهيه، مثل ما كلكم تعرفوا شو صرح هذا المبدع. طبعا هذا مثال على القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي اخترعها المعلوف والشلة العبقرية: انقل الخبر وبدون الإشارة إلى المصدر، وإذا اضطريت فاكتب أي مصدر باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية إلها هيبة، وهيك وهيك ما حدا رح يدور ويبحث، والأغلبية ما بيعرفوا إنجليزي، وراح تمشي وتمر. بدك مثال أكيد، اكرم عينك: مجلس الأمن يزيل اسم الرئيس الشرع من لائحة الإرهاب. كل الناس نقلت الخبر عادي إلا المبدع نضال، مصر على أنه هذا ضمن البند السابع، وأن الرئيس الشرع رح يكون تحت الرقابة الشديدة والتهديد المباشر للتدخل العسكري ضده، والدليل راجعوا القرار باللغة الإنجليزية وترجموه. ومثال ثاني: كل الأنباء وكل الصحفيين ينقلون خبر اجتثاث قانون قيصر من جذوره بدون قيد أو شرط، لكن الأمر عند المعلوف وجماعته مختلف تماما. قائمة شروط واختبارات كل 6 أشهر ومراقبة أمريكية شديدة وتهديد بالعودة للقانون من جديد. وإذا بدك الدليل خذها الرابط باللغة الإنجليزية طبعا، وخلي حدا يترجم لك ويشرح لك، وبهيك حالة تنفذ بريشك. يعني باختصار، خلي أخبارك وتحليلاتك وآرائك ما يطلبه المتابعون أو الداعمون والممولون، وهيك ستصبح صحفيا مشهورا جدا، وعندك متابعين بالآلاف من يلي معك وكمان من يلي ضدك مثل المعلوف وغيره. لأنه أي واحد يبحث عن الشهرة ومتابعين على الفيسبوك واليوتيوب يحتاج حمارين: حمار معه يصفق له، وحمارا ضده يسب عليه. وسلامتك يا وطن.